هاقول لِك على مكون واحد بس هيفرق معاكِ في طعم الهريسة زي الجاهزة، بل أحلى كمان. هنسمي بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. إزاي تاخدي صينية هريسة مرملة كده ودايبة دوب في بُقِّك بألف هنا على قلوب الحلوين. أتمنى منكم أحلى لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد. وتعالوا بقى نبدأ الطريقة مع بعض. هتاكلي معايا قطعة هريسة هتحلفي بحلاوتها طول السنين، لإن هنضيف لها مكون هيفرق في الطعم مليون في المِيّة. وتعالوا بقى نشوف المقادير يا حلوين مع بعض. أول حاجة أنا معايا نص كيلو دقيق سميد أو سمولينا حسب ما بتسموه، ومعايا معلقتين كبار هرميين من السميد وطحنتهم في المطحنة علشان يبقوا ناعمين معايا. يعني هما مش بيبقوا ناعمين زي الدقيق، بس بيختلفوا غير السميد اللي هو الحبيبات. شايفين بيبقى فيه فرق. ليه بقى عملت الحركة دي؟ وتقدري تستبدليهم بمعلقتين من الدقيق علشان الهريسة تبقى معاكي متماسكة وما تبقاش مفرولة. هستخدم معلقتين من جوز الهند، معلقتين كبار هرميين برضو يعني مليانين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معايا 150 جرام من السمنة، يعني كوباية الا ربع. السمنة البلدي هتنقل معاكي الهريسة في حتة تانية خالص. ده المكون السحري. حاولي لو مش هتستخدمي سمنة حيواني استخدمي نوع سمنة نباتي يكون كويس، لأن طعم الهريسة يعني السمنة. هبدأ أبسها براحتي بقى. هغلف حبيبات السميد بالسمنة قبل ما انزل بالسوائل، لان لما بننزل بالسوائل مش بنقلبها كتير علشان ما تنشفش معانا. هستخدم كوباية سكر، نفس الكوباية دي المقدار بتاعها 200 ملي. بنفس الكوباية حليب. تقدري تستبدلي الحليب بمية او تعملي ميكس ما بين الاتنين، بس اكيد بالحليب هتبقى طعمها احلى. هستخدم معلقة من عسل النحل او من عسل الجلوكوز، بيساعدك تاخدي لون حلو قوي. هدوبهم مع بعض على النار، يعني خليهم دافيين زي دمع العين مش سخنين، دافيين زي دمع العين. وبعد كده انزلي بيهم. لما بننزل بالسوائل بقى زي ما اتفقنا مش هنقلب كتير. صينية ألمونيوم دهنها دهنة من السمنة بتوزع الحرارة بالتساوي. الصينية مقاس 30 للنص كيلو سميد، ومعلقتين السميد اللي أنا ضفتهم وطحنتهم. عاوزة تاخدي بقى نتيجة كويسة للهريسة ما تسويهاش على طول، سيبيها مدة لا تقل عن 6 ساعات، وممكن تسيبيها ليلة كاملة. بس أهم حاجة هنغطي الوش بتاعها علشان ما ينشفش ويشقق معانا. هي بتبقى سايلة زي ما انتوا شايفينها كده. انا سبتها 6 ساعات. هتشوفوا قد ايه بتبقى متماسكه والقوام بتاعها علشان تطلع معاكي القطعه بقطعتها وما تفرولش معاكي. شايفين هنا سايله خالص. لما هسيبها بقى واغطيها زي ما اتفقنا علشان الوش ما ينشفش معانا. وهتشيليها في الشتاء خارج التلاجة، في الصيف حطها في التلاجة. شايفين بعد ما سبتها 6 ساعات خارج التلاجة بقت قطعة واحدة متماسكة، صباعي مش بيبصم فيها زي الأول. هنا بقى هدخلها فرن مسبق التسخين علشان ما تنشفش معايا وتاخد وقت أطول في التسوية عن اللزوم، زيادة عن اللزوم. فرن سخن درجة حرارة 180، الرف الأوسط. مش هنشغل لها الشواية، هي هتاخد لون معانا من السخونية بتاعة الفرن. هنا هنعمل الشربات مع بعض. كوبايتين الا ربع من السكر. تقدري تستخدمي كوبايتين. انا ما كنتش حباها مسكره قوي لان استخدمت كوبايه كده ما بتبقاش مسكره قوي. وهستخدم لهم بنفس الكوبايه كوبايتين من الميه، يبقى كوبايتين سكر عليهم كوبايتين ميه. بس انا استخدمت زي ما اتفقنا كوبايتين الا ربع من السكر، مش حباها مسكره زياده عن اللزوم. عصره نص ليمونه. ارفعيهم على نار هاديه جدا من غير ما تقلبي ولا اي حاجه. من بدايه الغليان احسبي 8 دقايق السكر هيدوب معاكم. زي ما انتم شايفين الشربات بيبقى سخن والهريسه خارجه من الفرن سخنه. بنصبهم على بعض الاتنين، بس انا حبيت اعزز الطعم كمان. مع ان انا بسيتها بسمنه بلدي هحط لها كمان معلقه كده في الشربات، بتفرق مليون في الميه. طب ما عندكيش سمنه بلدي هتقدري تضيفي في الشربات حاجه بسيطه من الفانيليا، هتديكي طعم حلو قوي للهريسه. بألف هنا على قلوب الحلوين. اتمنى لو استفدتم، اتمنى منكم احلى لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد. ولو اول مره بتشوفوا قناتي انا فاتن الجندي يسعدني المتابعه والاشتراك في القناه. هنقدم وصفات حلوه وسهله قوي مع بعض باذن الله. هنا شايفين ما شاء الله من كتر خفيتها مش مكتومه، مع اني ما استخدمتش بيكنج باودر، مش مكتومه. والمهم برضو حاجه مهمه جدا، اخبطيها خبطتين قبل ما تدخليها الفرن علشان تخرجي الهواء منها، علشان خاطر ما تشققش معاكي بعد التسويه. لو بقى فيها فراغات او فيها هوا من جوه هتشقق معاكي بعد ما تستوي. علشان كده بنخبطها خبطتين قبل ما ندخلها الفرن. وقطعي بقى الهريسه، سيبها تبرد تماما وهتشرب كل كميه الشربات. وقدميها بألف هنا على قلوب الحلوين. ربنا يحسن ما بين ايديكم مقدما. هنا انا لقيت فيها شربات زياده بعد مرور
ساعتين بالظبط، لقيت شربات زيادة اتخلصت منه عادي مفيش أي مشاكل. وقدمي بقى الهريسة دايبة ومستوية وحاجة كده تستحق فعلا ان انتوا تدوقوها. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واللايك والشير يا حلوين ما تكونوش نسيتوها علشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم يا رب على خير، مع السلامة.